السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ارسن دي زاد. ما تنساوش دعمونا بلايك وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد. خوتي قبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا على النبي الحبيب. وفي الفيديو تاع اليوم تصريحات عليعون حول مصير مصنع فيات والشراكة الإيطالية. شوفوا معنا خوتي الفيديو ومن بعد رانا نعلقوا عليه. وجودنا اليوم في تورينو للمشاركة في منتدى اقتصادي لصناعة السيارات يدخل في إطار استراتيجية اللي سطرناها في وزارة الصناعة وتحت توجيهات السيد رئيس الجمهورية باش نخلي القطاع هذا ينهض ونوفر للسوق الجزائري والجزائريين سيارات ذات نوعية وذات جودة. الملتقى رايح يتطرق حقيقة لعدة مواضيع. الموضوع الأول هو كل ما يتعلق بالهيئات الرسمية les institutionnels. راح يتطرق كذلك للوصول صناعة السيارات في الجزائر. راح ندير حوصلة على هذا القطاع هذا ونشوف ما هي ونقيم ما هي إمكانيات شراكة ما بين الجزائر وإيطاليا في هذا الميدان. نعرف بلي إيطاليا عندها تقاليد في صناعة السيارات بالأخص في الماركات اللي معروفة. احنا رايح إن شاء الله نستفيد من هذه التجربة ونخلي القطاع هذا ينهض في الجزائر باش نطوي يعني بصفة نهائية هذا الملف هذا. احنا متفائلين يعني بالنتائج تاع هذا الفوروم هذا ان شاء الله تكون فيه توصيات وتكون فيه بالاخص تقييم للمستوى اللي رايح نوصل ليه مع شراكة مع الإخوان الإيطاليين. سنتطرق كذلك لبعض القطاعات بالأخص الشركات الإيطالية اللي متخصصة في صناعة قطع الغيار، لأن نعرف الصناعة تاع السيارات اللي ما تكون فيها إسناد من طرف صناعات قطع الغيار ما تفيدنا بأي شيء. إن شاء الله ونخلي الخلاصة إن شاء الله النهار الأخير تاع المنتدى هذا ونتكلم لكل الوسائل اللي وصلنا لها إن شاء الله. خوتي كنا لهنا شفنا تصريحات الوزير عليعون حول الشراكة الإيطالية وحول مستجداتها وحول مصنع فيات. وخوتي لهنا والله غير رانا بربي إن شاء الله رانا في المليح. الوزير راهو كما نقولوا راهو مأمور من عند السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومن الديكلاراسيون تاعو نعرفوا باللي الرئيس اللي ضغط على باسكو الرئيس راه عطانا مواعيد ولازم تكون المواعيد هذه صحيحة. يعني احنا نقولوا بفضل الرئيس وبفضل مجهودات الرئيس، وكاين خاوتي الناس راهي تجتهد بلا هذوما مستشارين وكذا. الوزير راه هدر لك قال لك يعني بفضل المنتدى هذا راح نهضروا على قطاع الغيار، يعني حكاية المصنع والتصنيع وكذا فتناها. يسمى المصنع راح يديماري كما قالوا في نوفمبر، يمشي بربي ان شاء الله التصنيع تاع السيارات في الجزائر، وراح تكون بربي ان شاء الله نهاية الازمة نهائيا للسيارات. وكي زاد شخص يعني يهضر على قطاع الغيار، انا تبان لي تحوز الدولة الجزائرية تكزيجي على الشريك الايطالي انه مادام راح تحط مصنع لهنا تاع السيارات لازم يكون مصنع تاع قطاع الغيار، باش هكذاك ما نطيحوش في لاريبتور اللي كانت طايحين فيها السنين الماضيه، العوام اللي فاتوا باش نهضروا هكذا باش يفهموا الناس الكل. كنا اون ريبتور، لا بياس ما كانش، بياس دروشونج ما كانش، ولينا ندخلوا في لابياس الكوبي تاع لاشين وتركب وبسبت هذوك لابياس هذيك قطع الغيار. باسكو لا هو يخدم لك تقول له خدم لي بياسه ب20,000 يخدمها لك، ما يهموش فيك تتقلب تموت تفريني ما تفرينيش كذا منا. انا من جهه خاوتي والله غير يعني التخميمه راهي مليحه وبربي ان شاء الله راح يستفادوا منها كامل المواطنين.
خاوتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش دعمونا بلايك، كثرونا من البارطاج، وخليونا كومنتير، وستناونا في العدد الجاي.